السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتكم قناة الطبخ أسهل مع أمي يونس. اليوم طليت عليكم إن شاء الله تكون طليت عليكم بالخير. طليت عليكم بواحد الوصفة تاع الكرواسون، كرواسون فرنسي يعني على أصوله بجميع المراحل تاعو خطوة بخطوة. بإذن الله مع هذا الفيديو راح تنجحوا في الكرواسون، وراح نعطي لكم جميع وأدق التفاصيل، من ما نخبي عليكم حتى تفصيل اي حاجه مهمه في هذه الوصفه راح نقولها لكم، وما راحش نخبي عليكم لاني ماذا بيا تنجحوا في الوصفه. وقلت لكم ماذا بيا تنجحوا في الوصفه وتخلوا لي تعليقاتكم وتقولوا لي بلي رانا نجحنا في الوصفه. شوفوا هنا راني نوري لكم كيفاش التوريق، كيفاش راهو ما شاء الله لفتات راهو يطيح وحده. انا نمثلكم في الكرواسون باش نوريها لكم وهي تتفتت. شوفوا ما شاء الله على الاوراق للداخل. وقبل ما نبداو في وصفتنا ما ننساوش نصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم، وما تنساوش ايضا تخلوا لي لايك لان اللايك تاعكم راح يدعمني. نبداو على بركه الله. بالنسبه للفارينه درت نوعين، درت تي 45 ودرت تي 55. درت 250 من هذه و250 من الاخرى، يعني المجموع ككل 500 غرام. درت 55 غرام سكر بني، ودرت 10 غرامات تاع الحضام، ودرت ايضا 12 غرام عفوا تاع الخميره، ودرت الملح 7 غرامات. تقدروا تلحقوا حتى ل 10 غرامات نتوما والذوق تاعكم. والزبده درت هنا 50 غرام. نروحوا للحليب. الحليب تقدروا هنا ديروا نصف حليب ونصف ماء، ولا تقدروا ديروا حليب فقط. انا درت حليب فقط 260 غرام. ديروا جميع المواد على خطره، هذه الحاجه المليحه في هذا الكرواسون، كاع المقادير على خطره. ادخلتهم شويه بالملعقه وتحطوهم في العجانه. هنا بالنسبه لطريقه العجن مهمه جدا. هنا 5 دقائق الاولى نعجنوها على سرعه 1، والخمس دقائق الاخرى نعجنوها على سرعه 2. لازم نعجنوا العجين تاعنا حتى يطلق العلك تاعو، هذه مرحله مهمه جدا لازم تركزوا لي عليها. شوفوا هنا نرطب شويه بعد ما عجنته في العجان، انا نسيي نملس في لاباط تاعي. دوك تشوفوا، دوك نقطع لكم قطعه هنا باش تشوفوا كيفاش تولي لكم العجينه باش تحبسوا العجن. شوفوا كيفاش تكون الاستيك، نوعا ما الاستيك. هنا تما تغطوا عليها وتخلوها واحد 4 ساعه هكا، يعني خارج الثلاجه، ومن بعد مور 4 ساعه نديروها هكا في كيس ونحطوها في الثلاجه مده 8 ساعات. بالنسبه للعجينه هذيك البنيه، انا نحيت من العجينه البيضاء نحيت 180 غرام، ودرت لها 2 ملاعق كاكاو. هذاك الكاكاو 2 ملاعق، درت لهم 2 ملاعق ما، خلطتهم ودخلتهم في هذيك 180 غرام تاع العجينه باش تجيني لون بني. نخلوهم في زوج قلت لكم في الثلاجه مده 8 ساعات، وغد من داك كي تنوضوا تبداو تخدموا. هنا هذيك العجين البيضاء بعد ما خرجته من الثلاجه راني نحل فيه. هنا الزبده ديروها على شكل مستطيل. هنا هذه زبده ولا تقدروا قلت لكم ديروا مارغرين تاع الفايتة. الزبده شويه واعره في الخدمه لانه الذوب تمتم، لازم في كل مره تبردوها في الثلاجه. هنا بعد ما نحط الزبده تاعي في الوسط راح نغلق عليها بالعجين. شوفوا هنا تحاذروا الزبده، قلت لكم الخدمه تاعها صعيبه شويه لانه سريعه الذوبان، ماشي كيما لا مارغرين تاع الفايتاج تشد لكم شويه. شوفوا هنا نقطع العجين. هنا هاد الفكره لازم هنا نقطعوا العجين ماشي نطووها، لازم نقطعوها ونديروها فوق الزبده من الفوق. نروحوا للجهه الثانيه تاني نقطعوها ونسقموا. بعد ما قطعتها وغلقت عليها ندير عليها الساشي ندير عليها اي حاجه مجمده من الفوق ونحطها في الثلاجه مده 4 ساعات باش نخرجها نخدم بها. وخاصه اذا خدمتوا بالزبده لازم تكونوا تبردوها في كل مره تبردوها. شوفوا هنا كيفاش راني الطريقه تاع نحل باش تجيني مسقمه، يعني نبدل الاتجاه تاع الحلال في كل مره نبدل الاتجاه باش تجيني تتحلي طويله مسقمه. نخدموا بالفارينه عادي، ما تقلقوش وما تخافوش، عادي كاي عجينه مورقه. هنا راني نقيس باش نعرف شحال نحبس. هنا 5 ملم باش نحبس العجن، يعني الحلان تاعي عفوا تاع العجين. هنا في كل مره لازم ننفض الفارينه من العجين بالبانسو ونضيف قطره تاع الماء. يعني الى عندكم رشاش من الاحسن تستعملوا الرشاش، انا ما عنديش رشاش. صافي راني درت الماء بيديا ونشمخ في العجين من الفوق باش ندير طبقه
هنا نحي الحواف، عفوا نسيت باش نقول لكم، هنا الحواف نحوهم باش تكون يعني عجينه كامله مكمله. نغلقوا نديروا هنا نقولوا هذه هي الطبقه المزدوجه تاع العجينه المورقه عادي. الطبقه المزدوجه، وشنو انا ما درتش في النصف، خرجت شويه على النصف باش تجيني مسقمه احسن. اغلقت عليها وراني نوري لكم هنا في الطبقات هادو اللي راهم مغلوقين لازم نقطعوهم بالموس. دوك تشوفوا كيفاش ندير. هنا شوفوا لازم نحلهم بالموس هاد الجهه والجهه اللي من الهيك تاني نحلهم بالموس. هادوك الطبقات نحلهم بالموس باش هنا علاش نحلوهم بالموس؟ باش في الخدمه تاعهم تجي ساهله تحلوها، ما تقعدش تتعوج لكم، ما تترتقلكمش، يعني تخلوا لها وين يجوز الهواء. ندير الفارينه هنا تحلي بالعجين، تحلي الحلال هكذا، تحلي عفوا قلت لك تحلي بالعجين، عفوا قلت لكم تحلوا بالحلال شويه يعني حتى نلحقوا واحد ونص هكاك سنتيمتر باش نخلوها نعاودوا نزيدوا ندخلوها للثلاجه مره واحده اخرى، واحد ربع ساعه 20 دقيقه باش الزبده تاعنا تتماسك، لانه الزبده لازم ما تخلطش مع طبقه تاع العجين. هذاك هو السر اللي راح يعطينا التوريق. شوفوا حللتها شويه، دوك نزيد نغطيها وندخلها الثلاجة مدة 4 ساعة باش نعاود نحللها للمرة الثانية. هنا اني نقيس قلت لكم 1.5 سنتيمتر، نغطي عليها وندخلها للثلاجة او اي الا عندكم حاجه اكياس بارده تحطوا معليش غلفوها بالبابي فيلم وحطوا عليها الاكياس البارده راح تساعدكم. شوفوا الطريقه تاع كيفاش تحلوا الزبده باش ما تتكسر لكم الشغل. مع الاول تضغطوا بالحلال. هنا راني خرجتها بعد ما دخلتها للثلاجه، راني خرجتها وراني نحل في الطبقات تاعي، نحل الطبقات تاعي مليح بالحلال. دوك نقول لكم هنا خلاص راني حللتها مليح، واحد 5 مليمتر كالعاده. ننفضوا بالبانسو ونديروا الطبقه نقولوا تور سامبل، يعني الطبقه دوره بسيطه. ننفضوا بالبانسو ونرشوا بشويه ما كالعاده ونغلقوا الطبقه تاعنا. تور هذا لو تور سامبل، يعني عندنا دو تور برك، عندنا ان تور دوبلي وهذا لو تور سامبل، هذا هو الاخر. خلاص نحلو كالعاده والعوايد نحلو الطبقات تاعنا، نحلو يعني التطبيقات هادوك ونغطيوها في كل مره قلت لكم ندخلوها الثلاجه مده 5 دقائق. شحال تقدروا 10 دقائق 20 دقيقه كاقصى حد. شوفوا انا عندي هذا الكيس البارد راني نعاون به روحي نحط عليه، خاصه كي تخدموا بالزبده. بيد ما العجين تاعنا راهو يبرد لي نروح للعجين اللي لونته بالبني اللي قلت لكم 2 ملاعق كاكاو مع 2 ملاعق ماء، خلطتهم ودخلتهم في 180 غرام العجين اللي نحيتهم العجينه البيضاء. نسي نحلها نفس الطول كيما العجينه البيضاء، نقيس في كل مره نقيس ونشوف كي نلحق للطول نقطع. هاوليك نقطع بالسكين باش تكون عندنا خدمه متقونه وخدمه نقيه وخدمه متحوفه، باش كل ما تكون خدمتكم متحوفه الكرواسون تاعكم باذن الله راح يكون متحوف. شوفوا كيفاش راني نضغط بالحلال باش نمشي شويه العجين تاعي لانه يكون بارد. نسي شغل هكا بهذه الطريقه شغل راح يسخن لكم العجين ويولي يتحلل لكم مليح وبسرعه، يعني بلا ما يعذبكم. ان شاء الله ما نكونش هضرت بزاف ونكون وصلت لكم المعلومات. هذه قلت لكم هذه هي الطبقه الاخيره حليناها. الطول تاع العجينه راح تكون لكم 50 سنتيمتر على 53 سنتيمتر. لازم تخدموا بالمسطره باش تجيكم قلت لكم خدمه متقونه. هنا نسي شغل نحي هذاك الطرف نحيه مايل شويه باش هنا نبدا نخدموا التوريقات تاعي. القاعدة تاع المثلث تكون 10 سنتيمتر، في كل مرة نقيس 10 سنتيمتر. نقيس 10 سنتيمتر ونقطع مائل كيما راكم تشوفوا كيما راني ندير، ونزيد الجهة السفلية نزيد نقيس 10 سنتيمتر ونطلع بالمسطرة ونقطع المثلث تاعي. قست 10 سنتيمتر والان راح نقطع المثلث تاعي. دوك تشوفوا ما شاء الله الاوراق يجوا كامل قيس واحد ويجوا كامل طول واحد باش الكرواسون تاعكم تجيكم كاع شكل واحد، يعني راح تبهروا كامل العائله تاعكم وتبهروا كاع ضيافكم والمحيط تاعكم. يعني جبت لكم جميع الاسرار، ما خبيت عليكم حتى حاجه، كيما خدمت راني نوري لكم. هنا زبده من الاحسن المارغرين، تستعملوا مارغرين مليحه وتستعملوا مواد مليحه كالفارينة وكلش باش تعطيكم نتيجة مليحة. يعني مهما يعني المنتجات تاع لامبورطاسيون هي تكون احسن من المنتجات تاعنا، لانه المنتجات تاعنا بداو ينقصوا في النوعية والجودة.
هنا راح نوري لكم كيفاش راح ندير الكرواسون تاعنا، كيفاش راح نروليه. نسي نحلو هذوك المثلثات بلا قلب بركه. شوفوا ما تضغطوش بزاف، غير بحذر، سيو تحلوها شويه، طولوا شويه العجينه هذيك تاعكم. شوفوا كيفاش نطولوها. دوك نوري لكم كيفاش نخدموا. نرشوا بشويه ما هنايا، ومن بعد نبدا نغلقوا المثلثات تاعنا عادي. روليو بالعقل وضغطوا، وبداو روليو الكرواسون تاعكم. شوفوا مع الاول بسرعه، ومن بعد بالعقل تبداو تروليو فيها هكذا بشويه بشويه. لازم الخط هذاك اللي يكون في الوسط، ونحطوهم يخمروا. اكيد لازم يخمروا في درجه حراره المطبخ. خلوهم بغرضهم يخمروا حتى لساعه، ساعه ونص، ساعتين، على حسب درجه الحراره تاع الغرفه اللي راهي فيها الكرواسون. نحطوا هذيك الغلقه اللي مع الاخر من تحت. كيفاش تعرفوا بلي تنفخت لكم؟ لازم كي تزغدوا السنيوات تاعكم، الكرواسون تاعكم شغل تبدا ترجف هكا، تعرفوا بلي هذاك هو الاختمار الصحيح. تدهنوها بالحليب او بالبيض. انا هادو البنيين ادهنتهم بالحليب، اما اللي درتهم بالزبده هاد الكرواسون درتها بمارغرين تاع التوريق يعني عادي. دوك نوري لكم الكرواسون اللي خدمتها بالمارغرين، يعني بالزبده. هذه خدمتها بالمارغرين تاع التوريق، جات ما شاء الله مقرمشه من برا وخفيفه من الداخل، يعني روعه. دهنتها هنا بلا جولي، ودرت شوكولاته من الفوق. تقدروا ديروا لوز اموندي فيلي، ولا تقدروا ديروا اي حاجه مقرمشه تجيكم من الفوق كنوع للتزيين، او خلوها سامبل كيما تحبوا. وبعد بعد الحبات درت لهم شوكولاته من الداخل. شوفوا هنا راح نقسم لكم الحبه باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. شوفوا هنا يعني نضغط لكم باش تشوفوا تقرميش، بصح الصوت ما كاش لاني نحيته. دوك تشوفوا كيفاش جات من الداخل. جات روعه صراحه، يعني واحد الكرواسون ما شاء الله. صح فيها خدمه شويه، بصح النتيجه تكون مفرحه وتفرحكم ان شاء الله باذن الله. يعني حبيت نعلم لكم جميع الوصفات على اصولها، وانتم والاختيار تاعكم واش تخيروا الوصف. كاين وصفات سهله بسيطه، بصح انا نحب نجيب لكم دائما الوصفات اللي ما يعطوه لكمش، ما تلقاوهمش عند الناس كامل. وصفات يعني نادره، ونحب نعطي لكم جميع الاسرار جميع التفاصيل باش هكا تنجحوا في الوصفات تاعكم، وما نخبي عليكم والو باذن الله. هنا راني نوري لكم في الكرواسون كيفاش جات مرورقه، وراني نسيي نوري لكم يعني كيفاش راهي مقرمشه، يعني باش ناكد لكم باللي جات صح وصفه على قنيها. وشوفوا هنا التوريق من الداخل جا روعه ما شاء الله، يعني مقرمشه من برا وخفيفه من الداخل. هذا النوع اللي قلت لكم عليه درتو بالزبده. تحركوا سنيوه باش تشوفوا اسكو خمرت لكم، وكي تشوفوا الحبات ولا يترعدوا وحدهم اعرفوا باللي اختمرت. هنا البيض راني ندير غير من الجزء العلوي، ماشي تحكموا هكا بالبانسو روح روح روح، لا لا، تدهنوا غير من الجهه الفوقانيه برك، يعني ما تقيسوش التوريق تاعكم، يعني باش غير تعطينا هذيك التحميره الشابه. هنا باش نديروا الشوكولاته، نديروا فتحه من الاسفل، ونديروا شوكولاته في لابوشادوي، ونسيو نعبزوا لداخل. دوك تدخل لكم الشوكولاته هنا، تكون الشوكولاته من الداخل. جات محمره، جات مقرمشه من برا وطريه من الداخل. دوك نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جاتني من الداخل. شوفوا انا نقسم فيها والفتات يطيح وحده، يعني تالمو راهي مقرمشه من برا. دوك تشوفوا التوريق، شوفوا الشوكولاته كيفاش جات، يعني دابت لداخل وجات روعه. وشوفوا التوريق تاعها كيفاش. انا شوفي الحبه ما قدرتش تشد روحها كي قسمتها، كل ورقه راهي تجي وحدها، تالمو راهي فايتي من الداخل. يعني كي تكون طريقه تاع الخدمه تاعكم صحيحه وتحترموا جميع المراحل، راح تجيكم نفس النتيجه، اكيد راح تجيكم نفس النتيجه باذن الله. شوفوا التوريق تاعها ما شاء الله، يعني ناكد لكم نوري هاد الصور باش نوري لكم النتيجه الرائعه اللي توصلنا لها بهذه الطريقه اللي خدمت بها انايا. شوفوا التوريق ها ما شاء الله، يعني روعه. جربوها ماذا بيا لو كان تجربوها، وتخلوا لي تعليقاتكم وتخلوا لي تطبيقاتكم، وراح نشاركها معكم في ستوريات تاع الانستغرام. ما شاء الله. الان ما قعد لي غير نقول لكم اتهلاو في روحكم في فيديوهات مقبله. سلام.